مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. هذه الحلقه تدور احداثها جميعا في المغرب، ولكني اردت ان تكون المقدمه من هنا من داخل الاستوديو في محاوله للربط بين بلاد لنا فيها صهر ونسب، وبلاد نحلم ونتمنى ان تكون بخير دائما، في مراكش الحمراء من كوبولا. أترككم الآن في رحلة طويلة وممتعة ومتنوعة من المغرب الشقيق، من المملكة العربية المغربية، من عند أشقائنا وأحبابنا وإخواتنا وبلادنا وناسنا. أسيبكم مع مراكش. يعني الاحتكاك بالإبداع المغربي من خلال الشعر والأدب والرواية والقصة القصيرة اللي انتوا عايشتوه وانتوا موجودين خلال الخمس أيام دول. جميل. الجزء اللي احنا كنا رايحين اساسا عشانه ده احتفاليه عربيه تتم داخل المغرب، مشارك فيها مبدعين مغاربه مع مبدعين عرب مع جماعه فاس سايس، دي يعني جماعه ثقافيه مهمه تنتمي الى مدينه فاس اساسا، هي اللي اسست التعاون مع هذه مع مؤسسه عبد العزيز بوقتين. فدي ده كيان كان موجود وعارفين ماشي ازاي. في الحياه المغربيه احنا شفنا المسرح الملكي، عملنا زياره للمسرح الوطني الملكي، مسرح مكشوف ومسرح مثل دار الاوبرا او مسرح الوطن القومي هنا في مصر. شيء بديع وعملي جدا، والعروض تقدم فيه كل ليله، والتعامل مع الحرم المسرح على ان هو مساله لا تمس، يعني مقدس. هناك اماكن، طبعا هناك اماكن واسعه فيها، حاولوا ان هم يستخدموا يعملوا كافيهات او اشياء من ده عشان قالوا مستحيل المسرح مقدس، في حين المقاهي تملا الدنيا. انت تروح اي مقهى لا يمكن لو اكلت على الرصيف في ساحه مسجد الفنا دي، لو انت اكلت عند ارخص بياع بيبيع لحمه راس مثلا او بيبيع، لا يمكن انك انت تخشى انك انت تصاب بتسمم او تاكل اكل. النظافه عنوان رئيسي، مش مستحيل. وهم يدركوا ده، لان لو سائح تعرض لنزله معويه او بمشكله هيغلق المكان. فاذا هناك وعي سياحي ده مش موجود عندنا. هناك وعي انك انا ابحث عن سائح ياتي لي مره اخرى ومره ثانيه ويخطط لده من خلال وجوده ده. التعامل بصدق، ثقافه المغربي العادي، اي العامل والرجل الشارع عنده ثقافه بيقدر يكلمك بيها. في حته مهمه جدا، احنا كمشارقه دايما بنعلق شماعه ان احنا مش قادرين نفهم اللهجه المغربيه او اللهجه الجزائريه او اللهجه التونسيه اللي هي اخفهم، مش قادرين نفهمها، فنقول ايه دي لهجه صعبه، دول ناس بيتكلموا فرنساوي. انا اؤكد لك من خلال احدى الصديقات اللي عرفنا بيها ياسين عدنان، اسمها مجدولين. ايوه، فتاه مغربيه في العشرينات تقريبا حاجه 20 سنه، 27 سنه، خبيره. هي الان تعمل في جنيف، كانت تزور المراكش بالصدفه، وكان حريص ان احنا نجلس معا في احدى الامسيات. خبيره في تذوق زيت الزيتون وتقييمه على مستوى العالم، خبيره في صنع الادويه، وصيدلانيه. هي وصيدلانيه، واخد بالك، تقيم في جنيف. بعد ما رجعت جنيف فور زيارتنا، من وقت من رجعت جنيف لغايه من 3-4 ايام كانت في اسبانيا، بتعمل جوله في اسبانيا هي وعدد من الخبراء في العالم. بس دي خلتكم
تحسوا ان اللهجه المغربيه ما فيش مشكله في التعامل؟ لا، دي اكدت لي حاجه مهمه جدا، هي ايه؟ ان المغربي يتعلم، قالت لي تعالى اتفرج على مناهج التعليم في المدرسه المغربيه العاديه. انتوا بتقولوا علينا ان احنا فرانكوفونيين وان احنا لا لساننا معوج وان احنا، تعالى شوف ايه. عندما يتكلم المغربي لا يخطئ، لا في خطأ في الفصحى ولا في خطأ في النحو. لما يقرأ الشعر يقرأه أفضل مني. لما يجي يقرأ في الفلسفة يقرأ الفلسفة، التاريخ. يعني هنا الغرب علمه بقى كمان المنهج والدقة وده، فناس محافظين على ثقافتهم العربية في مدارسهم، في تعليمهم، وبعدين في نفس الوقت عندهم قدرة على اكتساب لغات أجنبية، فبيتكلموا الفرنسية بحكم ان كان في استعمار فرنسي في وقت من الأوقات، بعدين بيتكلموا الإسبانية بحكم ان في الجزء الشمالي القريب من إسبانيا وكان في احتلال برتغالي واسباني فترة من الفترات. بالضبط. فهم عندهم السنس بتاع اللغة. إلى جانب بقى النهاردة المغاربة، اللغة المهيمنة والسائدة في العالم هي أي لغة؟ الإنجليزي. اللغة الإنجليزية. لغة العولمة. هناك ظاهرة يا أستاذ بين الشباب، البنات الصغيرين والشباب الصغيرين، وأنت شفت، فاكر لما تهنا في الفندق؟ احنا كنا نازلين في فندق في ساحة النخيل. في قلبها فندقين. عشان توصل لهم محتاج جايد. فالمهم قابلنا مجموعه من الفتيات عشان نروح نوصل للمكان اللي المفروض نتعشى فيه، فسالناهم لقينا البنت عماله، هي اتصورت ان احنا ما نعرفش عربي كويس ولا كده، فبدات هي تكلمنا بالانجليزيه. فاكر الاكسنت بتاعت الانجليزي او اللهجه الانجليزيه اللي بتتكلم بيها زي الامريكان بالظبط، وهي عندها في تراثها لغتين 3 لغات على الاقل. استاذ ناصر، طب انا عايز اتكلم بقى، يعني واضح ان في تعرف وفعلا عين ناقدة اللي شفتوه في مدينة مراكش من خلال حضوركم لأحد الفعاليات الثقافية هناك. لكن أنا عايز أتعرف بقى عن دور المهرجانات. يعني إحنا حاليا في مهرجان القاهرة الدولي للسينما، في مهرجان مراكش للسينما، في وزي ما قلنا في عدد كبير من المهرجانات في المغرب. دور المهرجانات في التعريف وتوطيد العلاقات الثقافية ما بين بلد وبلد آخر، خاصة في وجود وحدة لغة، ونقدر نقول وحدة هدف، خاصة في عالمنا العربي. أنا هقول لك معلومة. من 3 أيام كرموا الأستاذ نجمنا الكبير محمود عبد العزيز في مهرجان الدخلة في المغرب. وعرفت أنا من خلال صديقنا ياسين عدنان اللي حاضر الغائب معانا إنه عزف السلام الوطني المصري أثناء تكريم محمود عبد العزيز، علشان وهذا نادر المغاربة لا يعزفون السلام الوطني المغربي نفسه في احتفال ثقافي. أصلا في احتفال ثقافي لا يعزف، فعزفوه احتراما لمحمود عبد العزيز ولدوره في رأفت الهجان ولدور مصر الفني والثقافي. فأنت ده من 3 أيام فقط. فأنت هنا وزائد زي ما حضرتك قلت في البداية في 60 مهرجان. احنا جلسنا كنا محظوظين في السينما بس. في السينما بس جلسنا مع مدير مهرجان عبر الصحراء محمد علي الهلالي. جلسنا وحكى لنا كيف كان رئيسا او مديرا لمهرجان لمده 7 سنوات، هو اللي تركه في الفتره الاخيره. هو ليس مخرج سينما، هو ليس منتج، ليس ممثل بطبيعه الحال، ولكنه اداري ناجح. يعرف كيف يدير مؤسسه، يدير مهرجان، وانجح هذا المهرجان اللي كان يتعمل في الصحراء وياتي اليه مشاركون من كل الجنسيات، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، امريكا الجنوبيه، لان خد بالك حضرتك المحيط هي على الجانب الاخر هنلاقي الساحل البرازيلي. ونجح بالظبط، ونجح المهرجان ده جدا لمده 7 سنوات. اذا على هذه البلد اللي هو احنا فيها مصر ان تسعى انا عارف ان احنا ميول للمصريين وميول احنا اوروبا، عينينا على اوروبا. لا ناسين الشرق البعيد، اسيا اللي هو كوريا. ده بدا يختلف، لان حتى تركيا بدات تتجه لدول البلقان ولا العرب، بعد ما كانت عايزه تبقى تروح الاتحاد. بس لسه احنا لسه احنا محتاجين نمد البصر ناحيه شرق اسيا ونمد البصر نحن اهالينا في المغرب العربي، بدايه من المغرب الامتداد الطبيعي لينا. وانا اعتقد ان مصر الجديده ينبغي ان تفعل ذلك. واكرر انه اطالب وزير الثقافه بمد الجسور اكثر واكثر. دكتور جابر عاشور انا اعرفه جيدا، واعرف انه رجل واعي وانه مثقف كبير وانه ذو نزعه عروبيه، ووزاره الثقافه ده دورها الكبير. طب نقدر نقول الانشطه اللي ممكن تكون بالاضافه للمهرجانات ازاي تفعيل بقى ان انا كمصري اتفرج على فيلم سينمائي مغربي؟ ازاي يبقى سهوله للوصول لشاعر مغربي يتعمل له امسيه شعريه ونبقى في دعايه كافيه، او نقدر نقول اعلام كافي عنه؟ كتاب او روايه يتم اصدارها تبع السلاسل الكتير اللي بتصدرها وزاره الثقافه، سواء من خلال المجلس الاعلى للثقافه او هيئه اصول الثقافه او غيره.
الان في استاذ خالد في مهرجان السينما، في مهرجان القاهره السينمائي الدولي، وفي افلام مغاربه مشاركه. ولا وفي مدير مهرجان السينما المغربي هو ألقى كلمه في حفل الافتتاح. مصطفى المسناوي موجود الان. لماذا لا يستضاف؟ لماذا لا تجرى معه حوارات في الاعلام؟ للتعريف حتى للتعريف على, على السينما المغربيه. لماذا؟ خاصة ان هي معروفة في اوروبا، يعني هي بتشارك في مهرجانات عالمية جدا وبتاخد جوائز. خد بالك في نقطة مهمة جدا، كثير من الافلام الاوروبية والامريكية وهوليود تصور في مراكش. اصبح من الدخل كان القومي. بيصور بالظبط، كان هيتشكوك كان يصور افلامه في مراكش، ومن عجبه لو حضرتك فاكر ان يبقى الاحداث تدور في مصر، ما يجيش يصوروا في مصر، يصوروا في مراكش، لان في تيسيرات موجودة. بعض الافلام المفترض ان هي في مصر اتصورت في الصحراء المغربيه. مظبوط، لانه في تيسيرات من قبل الدوله، وده دور يتعمل على يجب وزاره الثقافه تيسر على هو حصل في الفتره اللي فاتت ان طلع قرار الشباك الواحد، ان بدل ما المنتج العالمي يجي، لا وفي مصر ده من حوالي كذا شهر، ان بدل ما المنتج العالمي او المنتج السينما يروح على وزاره الاثار ووزاره الثقافه ووزاره الداخليه ينهي اجراءاته من خلال شباك واحد. هم عاملين الكلام ده من سنين طويله قوي في المغرب، وبالتالي فهو في عاملين تسهيلات واغراءات للمنتجين وصناعه السينما الاوروبيه. وفي افلام كبيره يعني بابل وتروي كل ده بتصور هناك. وتخيل بقى العماله لما يبقى يجيب مثلا 5000 كومبارس، دول من المغاربه، بيشغل ناس، بيوظف ناس، بيشتغل، بيكسب، بيعمل اللي بيعمله، يبنوا استوديوهات في وسط الصحراء زي السياحه. منديل الورق بيدخل في تسهيلات، بس بتاخد مقابل. انا عايز اضيف بس يا استاذ مصطفى، انا في النقطه دي يعني لان احنا دايما عندنا في مصر هنا قلق من نقطه معينه، من سيناريو الفيلم. أيوة. هل سيناريو الفيلم مضاد ل نقدر نقول عقائدنا، او نقدر نقول ممكن يكون مضاد لمصر؟ فاحيان كتير بيتم رفض افلام، وبعد كده طبيعي ان المنتج اللي اترفض له فيلم صعب ان هو يجي تاني. يعني ازاي يحقق الموازنه ما بين سيناريو الفيلم اللي ممكن يكون خاصه في ان البعض بيسيء استخدام فكره الارهاب، وان هو ربط الدين الاسلامي بالارهاب وغيره، وما بين ان انا ايسر على المنتجين ان هم يصوروا في بلدي، لان ده هيدخل لي دخل قومي. هي دي مشكله، يعني الحقيقه مشكله اداريه ومشكله فكريه في نفس الوقت. تتعلق بحريه الابداع. في من يعني هناك من يقول بان لا تدخل في حريه الابداع، حريه الابداع ده سقف يوصل لغايه السماء. وهناك راي ثاني بيقول لك لا، ان في تقاليد واعراف ومشكلات وخطوط حمراء لا يجب الاقتراب منها والمساس ليها. بين الاثنين دول بقى هتظل هذه المشكله لازم يبقى في موجوده. فانت اذا عايز تتكلم بصراحه، اذا انت عايز تفتح الدنيا، يعني في انفتاح حقيقي فني، الناس تيجي ينتج فيلم هو مسؤول عنه، يعمل هو مسؤول عنه، دي حاجه. ده اما يجي برضه افتتاح مهرجان السينما بتاعنا اخيرا، اما اتكلموا قال لك ان كان في رساله من احد المتحدثين الاجانب، قال لك احنا جينا صورنا هنا في فيلم في مصر، وبعدين الرقابه اضطرتنا ان احنا نلبس المصريين اللي احنا بنصور معاهم جزم، لان ما ينفعش تطلع حد حافي في الشارع. دي مساله، ما هو ده نوع من انك بتجبره ان هو يعمل حاجه. فكل دي موضوع. وما فيش مبدع سينمائي بيقبل ان هو حد يتدخل في ما ينفعش، لان هو رؤيته. انت ساعه لما برنامجك يعني انتوا عاملين تصور وجايين بتقدمونا بالطريقه الفلانيه، لو جه قال لك لا خد ناصر لوحده ومصطفى لوحده ما ينفعش عشان كذا كذا، هيطلع حاجه ثانيه خالص، لانك انت في ذهنك بتاخد راي اثنين، كاتب وناقد او كاتب وكاتب عندهم تجربه واحده، هما الاثنين بيتكلموا كلام واحد، فبيدي الانطباع المعين. هرجع لجزئيه متعلقه بالمهرجانات. من المهرجانات المهمه جدا في المغرب مهرجان الموسيقى الروحيه. احنا ما سمعناش عن مهرجان موسيقى روحيه. هذا الجو الصوفي الموجود في المغرب، وهذه الطرق الصوفيه والطرق يعني والتواشج اللي موجود بيننا وبينهم في هذا المجال، خلاهم هم يعملوا مهرجان عالمي للموسيقى الروحيه. اتصور ان هو في مدينه فاس. بالاضافه ان احنا عندنا تجربه مشابهه، ان احنا عندنا مهرجان سماع. ما بس ده الموسيقى والانشاد ده سابق عليه من بكتير. ده يعني سماع ده يمكن جاء من وحي هذا المهرجان كويس، اللي هو بيعمله انتصار قريب زوجة اخو زوجة الشاعر الاستاذ احمد عبد المعطي حجازي، الشاعر الكبير وكده. وحجازي كان مدعو ليه، والطيب صالح، وحضرنا فيه بعض الشيء. فهو انت ازاي تخلق كل شيء يصلح انك تعمل عنه. وانا بقول لحضرتك ان هو شبه فيه مهرجان لكل حاجه، وكل مدينه بتتميز بمجموعه المهرجانات. يعني لو اتكلمنا عن الموسيقى، ده في مهرجان في المغرب لآلة العود فقط بالظبط، في مهرجان لموسيقى الجاز، في موسيقى للأندلسي، في وجوه الموسيقى الأندلسي في مهرجان للموسيقى الغرناطية. ما هو ده اللي بيسمى الكونسبت، هو ده الكونسبت. ده جزء تاني بقى، ان انا عندي
نقدر نقول رؤية. اختلاف ثقافي ما بالظبط. بين مجموعات موجودة في الشعب المغربي. وبتدخل- يعني في بتدخل في امازيغ، تفصيلة. في بربر، في عرب، في نقدر نقول بقى منتمين أفارقة. اكتر تنوع. للافارقه. في أفارقة. تنوع. المجتمع الامريكي في ايه؟ المجتمع الامريكي طبعا وساطه كبيره انا في كل كنظام دول. قابل بهذا هذه الاختلاف، وما بفرضش على حد ان هو يغير هويته الثقافيه، بل بالعكس ان انا بساعده من خلال مهرجانات تعبر عنه. احنا في ساحه جامع الفنا اللي هي موجوده في فيلم الحب الضائع لما رشدي اباظه قابل سعاد حسني. ساحه بديعه جدا كبيره قد ميدان التحرير كده تقريبا. وكل انا والاستاذ مصطفى والاستاذ ياسين نمشي هنا نلاقي مجموعه بتعزف موسيقى امازيغيه. هنا صوفيين يقولوا موسيقى وايقاعات صوفيه واشعار صوفيه. واشعار صوفيه. هنا ناس بيعملوا أندلسي. كوميديا مرتجله. هنا في فن الارتجال، كوميديا دي لارت. الكوميديا دي لارت الايطاليه ما هو ده بتقدم كده هنا. حضرتك كانه زي هايد بارك يعني. هو بالظبط مش هو كده. كل ليله بيتم ده. فعايز اقول لك ان في ناس جايه تزور المغرب مخصوص عشان المكان ده. عشان ساحه الفن. إذا لم انا كزائر لحديقه هتمتع بمنظر جميل، وهاخد نقدر نقول جرعه ثقافيه، فن، موسيقى وتمثيل واراء وهناك نقطة بالغة الأهمية. الإنسان المراكشي أو المغربي بشكل عام إنسان حيي ويتميز بالخفر والحياء. لا يفرض عليك شيء. هو بيعمل المشهد الشو بتاعه أو الارتجالي، المشهد. الشو بتاعه بيعمله. وأنت عايز تمنح شيء من المال، امنح. مش عايز لا. بيمر عليك زي فاكر ده معاك اذا لما كنت تغني في الحل هو احترام الاختلاف الثقافي، ضرورة. يعني اطلاق حريه الابداع، واحترام رأي كل واحد وإبداعه وإتاحة الفرصة ليه من خلال زي ما حضراتكم قلتوا في بعض الحدائق، من خلال مهرجانات، من خلال أيا كان الشكل، لكن في دعم لحرية الإبداع، وده اللي ممكن يبقى مضاد للإرهاب زي ما حضرتك طبعا هو ده الفيتامين الأول الذي أو المصل اللي هيقضي على الإرهاب. بالظبط. حرية الفكر والإبداع. عايز اضيف لكلام ناصر حاجه صغيره قوي. احنا لمسنا حته خفيفه، قلنا طيب والمبدعين والكتب والنشر. انا عايز اقول ان هناك سلام النور والتنوير والإبداع مشاهدينا دائما في آي تي شو. في هذه الحلقة نبدأ بداية تمتاز بالمغامرة، نبحث عن ما يدور في المغرب معلوماتيا. المغرب في عيون مصرية عنوان الكتاب الذي ألفه أيمن عبد العزيز. يبدو أن ثمة مغامرات، سواء مغامرات في الشارع المغربي أو مغامرات في الشخصية المغربية. دعونا نفتح هذا الحوار ومعلوماتيا المغرب في عيون مصرية مع الصحفي أيمن عبد العزيز. مرحبا بك، نور الدنيا كلها. أنت عاشق للمغرب، ويبدو أن هذا العشق بدأ مع النساء أولا، صح؟ هو طبعا يعني بداية مدخلي لمعرفتي بالمغرب كان سبب المرأة المغربية. ليه بقى؟ والله مصادفة كده جمعتني ببنت مغربية هنا في مصر؟ لا كان بصدفة. كنت شغال في شركة للتصدير قبل ما أدخل المجال الصحفي، وهي كانت بتشتغل في شركة للاستيراد يعني. فحصل لينك كده، تعرفنا ببعض، اتكلمنا في ارتباط. فيما بعد بديت اتابع بقى واقرا عن المغرب واتابع الاخبار وكده، ابتديت اكتشف البلد الكبيره الجميله. انت حبيت تعرف هل كل المغربيات مثل هذه المغربيه كما ذكرت في هذا تمام. الكتاب، وبدات بقى الرحله؟ خلاص نسيت البنت دي؟ لا خلاص المساله خدت بعد تاني بقى. انت بتستكشف بلد جديده بكل تفاصيلها، بثقافه، بناس، باماكن، بجغرافيا، بتاريخ، وبرضه المرأة حاضرة في المشهد طول الوقت يعني. طيب خليني نعرض للمشاهدين الكتاب. عاوز اقول لكم ان المغرب بلد غني وجميل جدا بتعدد ثقافي. المغرب بلد يمتاز بالروحانيات العالية، ونعرض لكم دلوقتي الكتاب بصورة كمان اكثر وضوحا. الكتاب ده فيه جهد جيد كأنه تحقيق صحفي، يعني بعمل صحفي، سواء عن حقيقة المرأة المغربية، عن حقيقة الشخصية المغربية، عن بعض عادات المغاربة، عن بعض أيضا العادات الصحية كمان، وطرق التفاعل في المطبخ المغربي. يعني هناخد مع بعض كده تفاعل لطيف جدا. أسطورة المكان والنساء والتاريخ الحي، ده العنوان الفرعي الخاص بهذا الكتاب. احكي لي الاول عن المغرب قبل ما انا اسال، ان الناس مش عارفه المغرب كويس، واحنا عاوزين نلقي اضاءه او صوره حقيقيه، خصوصا بعد ما دار في وسائل الاعلام من كلام نرفضه تماما
ولا يليق بدولة حبيبة مثل دولة المغرب اللي احنا بنحييها وبنحيي كل مشاهدينا. على فكرة من أكبر نسب المشاهدة البرنامج اي تي شو في التحليلات اللي احنا بنشوفها المغرب، خصوصا لما بنتكلم في مواضيع خاصة بالابتكارات. يعني مصر، المملكة العربية السعودية، المغرب، وعدة دول عربية أيضا أخرى، بس الثلاثة دول في المقدمة. فأنا بحيي كل مبتكر وكل مبتكرة في هذا البلد اللي هم مهتمين برضو بالإنوفيشن والابتكارات عندهم. احكي لنا عن المغرب. المغرب بلد كبيرة جدا، بلد يعني ثرية بتاريخها، ثرية بالجغرافيا بتاعتها، ثرية بالبشر. يعني لما تشوف انه اقرب ناس للمصريين في الطبائع البشرية هتلاقيهم المغاربة، في الانتاج الثقافي هتلاقيهم المغاربة. يمكن كمان هم يعني خطوا كمان خطوة كبيرة جدا في الفترة اللي احنا يعني تراجعنا فيها كتير. هتلاقي المغرب واخد دور متقدم جدا في مجال دراسات العلوم الإنسانية بالتحديد. يعني ناس شعب مثقف بطبيعته، شعب قارئ وناهم للقراءة، شعب يحب مصر بطريقة يعني صعب وصفها. يعني وده اللي خلاني الحقيقة لما ابتديت أعرف وأشوف يعني ما حبيتش ان انا يقتصر معرفتي. طيب اتكلم معاك برضو هناك على الفقر، السحر، حقيقة المرأة المغربية، وحقيقة ما يشاع عن المرأة المغربية، سواء من ان هي من افضل الزوجات على مستوى الوطن العربي والعالم، او بعض الجنوحات الاخرى اللي عليها بعض المشاكل والاقاويل، طبعا في تقرير صحفي وتوثيق علمي. خلينا نشوف اول صورة معنا، شجرة الارجون، ودي شجرة مهمة جدا في المغرب وتمتاز، بيسموها الشجرة المعجزة. لا الشجرة الارجان، الشجرة المعجزة بالفعل. ليه بقى؟ دي شجرة مش موجودة، مش هتلاقيها الا في المغرب وفي المكسيك. الزيت بتاعها بيستخدم كمستحضر طبي، بيستخدم كأحد مستحضرات التجميل، وله فوائد كتير يعني. وما مش هتلاقيها الا في المغرب يعني كزيت او كشجره. بيبقى الثمره بتاعتها زي اللوز كده، وبتطحن وبتستخرج منها الزيت، ومعروفه جدا. طبعا هي فيها نوعين من الزيوت، واحد بيتحط مع الطعام وهو غني جدا، ونشوف صور برضو اخرى ليها، وواحد اخر ل المواضيع التجميليه. التجميل ده غالي جدا الزيت ده، غالي مفيد جدا من الناحيه العلميه. مفيد في ايه؟ والله انا ما تبحرتش بصراحه في اثره العلاجي، لكنه طيب. هو معروف يعني، وبيستخدم اكتر في طيب. كناحيه الصوره معانا مره ثانيه لشكل اخر من هذه الشجره، على فكره بيصدر للعالم جدا، ومن اندر انواع الزيوت المهمه جدا. احنا هنا بنتكلم علميا على الاستثمارات الاقتصاديه. من يعني المغرب اقتصاديا في السنوات الاخيره بدا ان هو يجتذب استثمارات اجنبيه كثيره، سواء عن السياحه، السينما، برضو في المواضيع الطبيه والطبيبيه، رغم ان ظروفهم كانت صعبه. يبقى معانا مزيد من الصور. انت دلوقتي بتدينا بس فرشه واسعه كده عن المغرب، ادينا مزيد من النقاط. احنا بس عايزين يعني نبعد شويه عن الصوره النمطيه، لانه انت لو سالت اي واحد موضوع المراه والكلام في المغرب خارج الصندوق، بيتكلم انا عاوز النهارده المغرب بس خليه على جنب، لانه مش حقيقه، وانه في جوانب كتير جدا اهم من الكلام دوت. وحتى الكلام ده والكلام اللي بيتقال والصور النمطيه دي ليها ردود يعني. طب انا لا هنتكلم في كل المواضيع، انت فاهمني؟ عاوزك تنقل لي بصورتك المغرب خارج الصندوق. لك المايك. المغرب دولة متقدمة جدا، متقدمة جدا ازاي يعني؟ متقدمة جدا ثقافيا، متقدمة جدا حياتيا ومعيشيا. شكل الحياة فيها جميل جدا ورائع. خطوات كبيرة جدا في النواحي الصناعية مؤخرا، لدرجة انها يعني بقت قبلة لتكنولوجيا صناعة الطيران. حاليا معظم صناعة الطيران كتير من شركات الطيران العالمية بدأت تعمل فيها مصانع في المغرب. برضو عندهم بحث علمي موجود، عندهم على المستوى الطبي في أطباء يعني لا يقلوا مهارة أبدا ولا شهرة عن المصريين. يعني في كتير من جوانب الحياة سرية جدا في المغرب. شوف بقى اللون الجميل دهوت، احكي لنا بقى عن اللون اللي على الشاشة ده. خلينا هنا اهوت من فضلك. الالوان البرتقاليه دي حكايه مراكش. هي مراكش دي المدينه الحمراء معروفه بالاسم دوت. وتلاقي لون المباني بالذات التقليديه او القرموزه هتلاقيها باللون الاحمر الطوبي المميز ده، وهي اسمها المدينه الحمراء. المدينه الحمراء.
ده على طول كل مبنى، المباني القديمه بالتحديد هتلاقيها باللون الجميل المميز ده، واول ما تدخل المدينه على طول بتلاقي اسوار المدينه القديمه طول ما انت ماشي باللون المميز ده. طب وايه اللبس ده؟ ده ده جلباب؟ لبس للمراه المغربيه الامازيغيه في المناطق اللي فيها الامازيغ. احنا لازم هو نقول الاصل انت عارف، لازم نعرف طبعا ونقول انه المغرب في اصلين عرقيين، في الاصل الامازيغ هم السكان الاصليين، ثم العرب اللي هم جم مع الفتح الاسلامي للمغرب. السيدات هناك بتسوق موتوسيكلات اهو. دي وبالذات في مدينه مراكش السيدات بتسوق الموتوسيكل وبتسوق التاكسي او بيقولوا التاكسي التاء بالطاء. يعني تاء مفخمه. وبتسوق كمان القطار والطائره، يعني من اول التجارب طيب. اللي في العالم العربي السيده تقود القطار. وانا كنت شخصيا مبهور جدا لما نزلت اول زياره وشفت انه امراه بتقود القطار اللي هو زي بتاع تحفه. طبعا لابد ان انت بعد كده تزوجت مغربيه. طبعا. ده الحمد لله يعني مشوار كبير قوي. ده كان هدف. وصلت هو كان احد الاهداف في كل رحله. كان دايما في شنطه اوراقي دايما مستندات الجواز، يعني انه بعد رحله الاستجمام وقضاء الوقت كان في دايما احتمال. وانت كاتب لنا هنا في الكتاب ان اجراءات الزواج في المغرب مش سهله. لا مساله يعني صعبه جدا، صعبه للغايه، بالذات بالنسبه للزواج المختلط اللي هو اي شخص مش مغربي مع مواطن مغربي. سافرت كم مره المغرب؟ انا سافرت 4 مرات. 4 مرات للمغرب. طيب انت متزوج مغربيه، فده جميل جدا. هيكلمنا دلوقتي انت في احد الفصول، خلينا عشان نمشي في الكتاب، المراه المغربيه وابهار منذ اللحظه الاولى. ايه الابهار اللي فيها؟ ابهار على مستوى الشكل والنظافه والاناقه والتعامل وطريقه التعامل اللي على طول بمجرد ما تتكلم مع في حنيه عندهم كده غريبه. في حضور كده. انا يعني مش عارف، ما اقدرش اسميه. ست بيت شاطره المغربيه. هي شاطره طبعا من الطراز الاول. الاولى عربيه شاطره ونظيفه وام جيده وزوجه، يعني من الطراز الاول الحقيقه. طيب المغربيات واساطير الجنس والمتعه. دي الحقيقه بنرد بيها على الصوره النمطيه، انه دايما بتلصق او بتعلق لما تيجي على طول تتكلم عن المراه المغربيه على طول الصوره النمطيه بيقول لك انه المراه المغربيه هي فقط مرادف لكلمه الجنس والمتعه وسوء السمعه. لان خارج المغرب بيحصل جنوحات من هذا الصدد، تجدهم في هذا الصدد. يعني هقول لحضرتك حاجه، الجنوح والانحراف ده جزء من الطبيعه البشريه في اي مكان. انت لو سالت اي واحد هتقول لك، يعني واحده صديقه شاعره مغربيه متزوجه مصري بتقول لي طب وانت عندكم شاعر الهرم هنا بيبيعوا مصاحف في كل الدول العربيه. هو بس الصوره النمطيه بتيجي منين؟ ان كل شعب بيميل لاسقاط اسوأ ما فيه على الشعوب الاخرى. اللي شاف وعاين تجربة سيئة بيعمم الحكم، وده خطأ كبير جدا. لأنه هناك الناس بالعكس جدا، يعني تلاقي الناس مهذبين جدا، محترمين جدا، مثقفين جدا. يمكن التحرر شوية في اللبس نتيجة الاحتكاك شوية بالثقافه الفرنسيه. يا رجل تحرر الدنيا كلها دلوقتي بقت كده. وحتى احنا عندنا، انا بالنسبه لي يعني كراجل يعني انا شخصيا بطبعي محافظ شويه. بيسوقني جدا اشوف مناظر هنا في القاهره وفي مصر وفي محافظاتنا، يعني حاجه مخجله. حضرتك محافظ؟ بس هو زي ما بقول لحضرتك محافظ فين يا فندم؟ لا محافظ الطبع يعني. طيب. بطبع محافظ يعني. طيب برضه في الموضوع ده هو المغربيات واساطير الجنس والمتعه، خلينا لان ده موضوع مثار، لان بتجد صحيح في كل دولة جنوحات في العالم على مستوى فردي، لكن بتجد ان وجود كم من المغربيات خارج المغرب في دول افريقيه، في دول اوروبيه، في دول عربيه في هذا الصدد، ده اللي عامل مشكله. انت فاهمني؟ مش موضوع فردي. انت في تحقيقك في الكتاب قلت المراه المغربيه يا اما زوجه ما حصلتش يعني افضل من اي زوجه عربيه خالص، يا اما في انفلات برضو غريب. لا هو الصورة النمطية اللي بتقول ان هي امرأة سيئة السمعة ده طبعا خطأ. وفي نفس الوقت في اساطير كبيرة جدا بتتقال على تميزها كأم وكزوجة عندها ثقافة. هي عموما حتى في المحافظة عندها ثقافة جنسية عالية. الثقافة الجنسية ده حاجة يعني ده سمة اجتماعية، وده حاجة كويسة. وهم ما عندهمش يعني برضه خلينا نقول ان هم واقعيين في تفكيرهم. ما عندهمش بيتكلموا عن موضوع الجنس مش بالشكل المحافظ قوي او اللي يبدو عليه محافظ في مجتمعاتنا. ما بيخبوش يعني، بيتكلموا عليه كموضوع عادي. بس دي ميزة إنساني. دي ميزة كويسة ان في الكثير من الدول العربية
يتم الكلام عن موضوع الجنس في الغرف المغلقه مظبوط، وفي مظبوط، التابو يبقى في مظبوط، تحرش وفي كذا، مظبوط. عكس ان احنا لو اتكلمنا في العالم بطريقه راقيه محترمه اسلاميه مظبوط. كما يجب ان تكون، مظبوط. يبقى ما فيش تابو، ما فيش. مظبوط. هو باعتباره موضوع انساني، شيء عادي، شيء طبيعي يعني. طيب نسبة المغربيات داخل المغرب اللي في عندهم فحش او مشاكل قد ايه؟ لا انا ما اعرفش بصراحه، انا مش تحت ايدي ارقام، انا ما لا يعني لا طبعا. بص هقول لك حاجه، انا بتكلم، انا كراجل صحفي ما بغوصش في المجتمع، ما عنديش احصائيات، مش عامل دراسه موثقه او دراسه اكاديميه. انا بقول حاجه ملحوظه، ولكن الصوره النمطيه الشائعه انا اقدر اقول لك انها خطا تماما، وبيجري تسليط الضوء عليها باستمرار، وده خطا. طب انا وده مش صحيح ابدا. حبينا عزيزي المشاهد ان احنا نسال بوضوح من اجل توضيح الصوره من صحفي قام بالتحقيق وعمل كتاب، ليس فقط بالدفاع عن اهالينا واحبابنا في المغرب، لان لنا اهالي واحباب بصراحه في المغرب، وانا من عشاق المغرب، سواء المراه المغربيه بالتحديد او الشخصيه حتى المغربيه بصفه عامه في المغرب. في هناك اهتمام كبير بالاطفال على فكره، وثقافه الطفل يمكن هي رقم 1 على مستوى الوطن العربي بالاهتمام بهذا الصدد، وفي الجزائر ايضا كذلك. فاحنا حبينا التوضيح بنسال بمنتهى الشفافيه، وبالتالي ساعات الاعلام او في معظم الاحيان بينقل صوره مغلوطه وبيعمل بروباجندا على قضيه صغيره فيكبرها. تحيه للمراه المغربيه وتحيه للمغرب الجميل، وحب شديد من هذا البرنامج. انا بقى ايه ده وانت انت زوجتك مغربيه بقى، مبسوط في الجواز ولا لا؟ لا الحمد لله، الحمد لله ماشي الحال يعني. الحمد لله. طيب مفارقات ومتناقضات في المغرب فلا تستغرب، ايه القضيه؟ القضيه انه المغرب زي ما بقول لحضرتك كبلد كبيره جدا فيها ظواهر كتير متناقضه يعني، ودي سمه البلاد اللي هي البلاد العريقه والبلاد الكبيره السريعه بالاحداث. هتجد كتير قوي من المتناقضات في لحظه واحده. يعني مثلا تجد المغرب انه معروف عنه انه بلد تقليدي جدا اسلامي محافظ. طيب معانا طبعا مسجد الحسن الثاني، ده طبعا كان لحد نهايه الثمانينات والتسعينات اكبر مسجد في الوطن العربي، هو المسجد العائم الشهير في افتتاحه الشهير طبعا. بتجد انه عفوا احنا راح من الكلام. طيب انت بتقول في متناقضات. في متناقضات، فتجد انه المغرب التقليدي المحافظ، وتجد في نفس الوقت في مظاهر كتير قوي للتحرر الاوروبي، سواء في اللبس، سواء في استخدام اللغه الفرنسيه كلغه رسميه في التعاملات الرسميه. ده ملمح من التناقض. بتجد تناقض بين الناس اللي هي شديده الثراء والناس شديده الفقر. بتجد تناقض في المباني العصريه جدا والمباني التقليديه جدا. يعني في كل لحظة وفي كل ملمح بتجد تناقضات كده في المغرب. حتى المغاربة نفسهم هم نفسهم اللي قالوا الكلام ده، مش كلامي أنا بنقل عنهم، إنه بيقول لك أنت في المغرب فلا تستغرب. يعني لما تشوف أشياء متضاربة أو متناقضة ما تستغربش أنت في المغرب. طيب بالنسبة للجغرافيا، أنت زرت المغرب كله؟ لا أنا زرت الدار البيضاء والرباط ووجدة في شرق المغرب وفاس ومراكش وتطوان وطنجة في الشمال. الصورة دي منين؟ دي صورة ساحة الفنا، دي أشهر مكان سياحي في مراكش وفي المغرب عموما. فيها تتميز بإيه؟ دي ساحة ضخمة جدا جغرافيا، فيها بتلاقي فيها ناس مروضين للثعابين الكبرى. طيب. وتلاقي فيها بيرسموا الحنة والحكائين الشعبيين وبيحكوا التراث الإنساني. وهي انضمت على فكرة لقائمة اليونسكو للتراث الإنساني في 2001، التراث الشفهي، إنه بتجد فيها الحكائين بيقعدوا يتكلموا في التراث الشعبي والفرق الغنائية التقليدية. طيب الصورة اللي فاتت دي كانت صورة مهمة جدا، لأن برضو موضوع آخر شائك في المغرب هو موضوع السحر والسحر الأسود والأعمال، وداخل المغرب حتى المغاربة يخافون من هذا الموضوع. أنا يعني من خلال معرفتي ومن خلال حتى متابعتي للتلفزيون المغربي الموضوع ده موجود وشائع، وبس بيلصق طبعا بالناس اللي هي الفئات اللي هي الأقل تعليما الأقل ثقافة، وبرضه انه شيء مرفوض ومن الخزعبلات، والناس بتعتقد زي ما احنا عندنا برضه بنرفض ناس. في شغل كبير في الموضوع ده هناك. والله انا قلت الكلام ده في مره اللي كان احد الدبلوماسيين، فقال لي طب هقول لك حاجه، قال لي طب ما هو انتوا في القران ربنا لم يذكر احد في المهاره في السحر قد المصريين.
ده كان رده. قال لي كمان انه يمكن يكون المساله برضو كصوره نمطيه علقت بذهن احنا مش الناس. بنسال الموضوع عفوا كتهمه او عفوا كشتيمه، لا، هو موجود، لان موجود في الموضوع ده ظاهر جدا اكتر. هو موجود، بس زي ما بقول لك في حاجات كتير بتبقى شائعه يعني شائعه في الذهن، لكن في الواقع مش هتلاقي او لا تجد لها تفسيرات يعني لسبب شيوعه، لكنه موجود فيه زي ما موجود عندنا، زي ما موجود في مجتمعات كتير قوي جدا. بس يعني مصر موجود لكن مش بالقوه اللي موجوده في المغرب. انا برضو بسمع نفس القصه يعني. انا شخصيا بسمع ده انه موجود ومنتشر، وفي ناس خطيرين طبعا، في ناس مش متدينين او حاجه. الصوره اللي معانا دي ده مبنى البرلمان المغربي في الرباط. مبنى جميل، مبنى جميل. المغرب كلها جميله ومنضبطه ومنظمه جدا معماريا وهندسيا بطريقه مبهره يعني، بحيث ان انت فعلا لما تقضي اجازتك هناك بمجرد ما تتمشى في اي شارع وتقعد على اي قهوه تحس بالراحه والسكينه. يا سلام. ده احد ابواب المدينه القديمه في الرباط، زي ما احنا شايفين كده اللون الشهير بتاعه. ده مره تاني مبنى البرلمان. هو عندهم مراكش والدار البيضاء، يعني ده لون ابيض وده لون احمر، يعني عندهم يعني في تنوع جميل يعني، فاهمني يعني. ولا وفي كمان هتطلع فوق في الشمال، في اعتقد في شفشاون، تلاقي الجدران مرسومه باللون النص ابيض ونص ازرق. الله. فالحرص على اللون ده يعني موجوده في كل مكان. متعونا يا جماعه بالصور، ما تحرموناش، لان احنا بشوف صور على البلازما هنا اهوت، خلونا نستمتع بمزيد من الصور. لا زلنا مشاهدينا نتحدث معلوماتيا عن المغرب دون يعني حتى انحياز نتيجه ان احنا عرب وفي شمال افريقيا ومن محبي المغرب، ودون ايضا اي تهاون مع هذه الدوله الجميله العربيه اللي فيها نواحي صوفيه وروحيه عاليه جدا. على فكره الصوفيه اساسها من المغرب. مظبوط. صوره اخرى دي هيكل معدني كده بيمثل الكره الارضيه عند اشهر ابواب المدينه القديمه في الدار البيضاء، اسمه باب مراكش. ودي جزء من ساحه محمد الخامس عند المحكمه الابتدائيه في الدار البيضاء. شايف حضرتك الشوارع منظمه والشجر الخضره موجوده في كل مكان يعني. النخيل بقى، وبعدين لسه هنشوف كمان شويه الشكل الاندلسي بقى الجميل اللي بيتميزوا بيه البيوت هناك مميزه. تمام. الشاي الاخضر العماره المغربيه نيجي لسه الموضوع يعني الدار البيضاء معروف ده الدار البيضاء، نفس القصه برضه بيسموها كازا بلانكا. الدار كازا يعني بالاسبانيه الدار البيضاء. الدار البيضاء. وحلو ان هم يعملوا اشكال تشكيليه في الشارع، ده مهم زي الفرنسيين، ده مهم جدا يبقى الفن في الشارع. ده موروكو مول، ده اشهر مول تجاري في الدار البيضاء على الكورنيش، وده مبنى المحكمه الابتدائيه في الدار البيضاء. طيب انت دلوقتي متزوج من مغربيه برضو، احنا بنمر كده، عاوز اعرف الاهل عندك لاحظوا ازاي بقى كشخصيه المراه المغربيه واللمسه الخاصه بها؟ والله في البدايه كانوا زي ما قلت لحضرتك ان كانت في البدايه في شخصيه يعني اتعرفت بيها، وكانوا بيتكلموا مع اسرتي، بتتكلموا معاها ولقوا فيها التميز اللي ما لقوش في اي بنت مصريه، او مش موجود في كتير من المصريات برضه، عشان ما نبقاش يعني خلينا نتكلم بدقه شويه عشان الناس ما تزعلش. التميز انها بتبقى بنت ناضجه عاقله، واقعيه في تفكيرها، مش خياليه، ما هياش مش فاهمه حاجه، لا فاهمه وضعيتها في الحياه، انها ام وزوجه وشريكه حياه، ولازم تحافظ على نفسها كأنثى وكسيدة، وفي نفس الوقت بتحافظ على وضعيتها في بيتها، تهتم ببيتها وبزوجها بأولادها، عندها مرح، عندها جدية، عندها التزام، يعني صفات كتيرة جدا قلما تجتمع في امرأة واحدة غيرها يعني. معروف الزوجة المغربية بصراحة من أفضل الزوجات في الوطن العربي. قطار وبقى وتكنولوجيا، ده الترام بقى، ده الترام في المغرب، ده حاجة حديثة جدا، وزي ما انت شايف مستوى الأناقة والأبهة اللي عليها الترام، مش طبعا مش زي الترام عندنا ولا الحاجات القديمة، ده حاجة عصرية جدا. بس رغم ان المغرب في الرباط حاليا تعتبر دولة فقيرة، خلي بالك يعني. ما اقدرش اقول ان المغرب دولة فقيرة، ممكن نقول فيها فقراء، لكن المغرب دولة غنية بمواردها، فيها موارد طبيعية كتير، فيها جغرافيا غنية، فيها سياحة، فيها فوسفات. حلوة الإجابة دي، عجباني، معاك حق. انا ما اقدرش اقول، انا لازم اتحافظ على كلمة المغرب بلد فقير، لا المغرب بلد غنية مش فقير. ربما يكون لظروف ما في فقراء، لكن في ثراء موجود يعني. طيب ده برضو الترام، بس ده في مدينة الرباط، ولاحظ حضرتك انه ده لونه مختلف شوية، وده ترام سطحي على سطح الارض.
لا احنا لازلنا مشاهدينا بنرد معلوماتيا على بعض الامور اللي كانت اطلقت في الهواء الطلق كده، كل واحد بيطلق امور في الهواء الطلق عن المغرب. معلوماتيا كتاب بالصور، تحقيق صحفي لعدة سفريات من المغرب عن حقيقة المغرب، المرأة المغربية، الحياة في المغرب، هذا البلد الأنيق الجميل الغني بتنوعه واللي مليء بالروحانيات واللي لازم نكتشفه كما ينبغي. واحنا بنحاول هنا في النيل الثقافية ان احنا نسلط إضاءة راقية على هذا البلد الراقي. طيب هنتكلم بقى، نخش بقى في المطبخ المغربي، وده مهم جدا برضو في هذا الصدد معلوماتيا. ايه حكاية المطبخ في المغرب والطاجين والكسكسي والحريرة، الشوربة طبعا بتاعتهم والحاجات دي. لا، المطبخ المغربي واحد من اشهر المطابخ العربية، لم يكن اشهرها. اطباقه معروفة عالميا وسرية جدا. اشهر طبعا الحريره في رمضان كشوربه. ايه الحريره دي؟ ما تحكي لنا. الحريره دي عباره عن نوع من الشوربه فيه مكونات كتير جدا، في قطع لحمه، في طماطم، في عدس، في طعمها لذيذ كده. في انواع كتير من الخضروات كده، الكرفس، البقدونس، يعني في مكونات كتيره جدا. يعني هي شوربه سريه جدا في رمضان يعني. وانت في النص كده بتتكلم، ادينا شويه كلمات مغربيه عشان انت عامل هنا ايه يعني قاموس كده انت حاطه زي ما انت عايز، زي ما تحب. طيب مشكورا. ده طبعا اشهر حاجه طبعا الطاجين احنا بنقول عليه طاجن يعني. هو اسمه الطاجين، ده بيكون حاجات متنوعه جدا. اشهرها طبعا الطاجين الكسكس باللحمه ب7 خضروات، او بيطبخوا الخضار 7 انواع من الخضار مع اللحمه مع فوق الكسكس كده. الناس بياكلوا هناك الكسكس زي ما احنا بناكل الرز بالظبط. مش احنا بس بناكله هنا كصنف حلو او في المناسبات، لا هم بياكلوه كمان. والله الالوان اللي في الطبق بتهيألي المشاهدين بيجوعوا معانا. لا هو اكل شهي جدا، وعلى فكره صحي وانت جاي. اكل صحي. صحي ده مهم جدا موضوع الاكل الصحي. طيب برضو لازلنا في المطبخ المغربي، عاوزين ناخده من الفطار للعشاء، لان الفطار برضو الفطار يعني معظم الناس بيفطروا لو ما لقوش حاجه خالص يفطروا بيها، بيفطروا الخبز بس، اللي هو عامل زي الفينو عندنا، اما يكون مدور كده او يكون زي الباجيت فينو. طيب الصوره اللي فاتت دي اللي احنا جايبينها، بيتميز المطعم المغربي انه ممكن يحط فواكه مجففه. مظبوط. الطعم اللي هو المختلط الحلو مع الحادق، حامض حلو. فتلاقي الحامض او الحلو. تلاقي مثلا طاجين باللحمه ومعاها مثلا البرقوق او موجود على الشاشه، او الخوخ المشمش المجفف، او زي ما احنا بنقول القراصيه يعني. فتلاقي دايما تلاقي مثلا معاه التين، اللحمه طاجين وتلاقي فيه تين. التين اللي احنا بناكله في رمضان ده بيكون معمول في سكر ومتحلي كده ويتحط معاه. فشويه احنا بالنسبه لنا يمكن مش معتادين الطعم، لكن لما بتاكله وتعتاده هتلاقيه لذيذ جدا وصحي برضه في نفس الوقت. البلد الجميله دي مش بس المنظر او المرأة الجميله، ولكن كمان اكل جميل. الحياه كلها مبهجه يعني. لا وهتلاقي مستوى الصحه، يعني تلاقي الناس ما فيش عندهم السمنه كتير. انا ما لاحظتش في زياراتي كلها يعني انتشار للسمنه ابدا. هتلاقي دايما الوزن والصحه يعني واضح بادي على الناس. الشاي الاخضر ايه حكايته هناك؟ الشاي الاخضر هم بيشربوا الشاي اخضر، ما بيشربوش شاي اسود زينا كده. حبيبات الشاي نفسها تبقى شاي اخضر. لا ده ليه طقوس بقى، احكي لي. ده طبعا بتتغلي الميه في الشاي، وبعدين يحطوا كميه نعناع كبيره جدا. يعني كما كان قوي. وبعدين بيتعمل في اناء للغلي، وبعدين يتحط في اناء للتقديم ويتغلي، وبعدين لازم ترفع البراد كده مسافه جدا، ولازم الشاي يعمل رغوه. اذا الشاي ما عملش رغوه يبقى الشاي ده سيء، او اللي بيعمله ما هوش لو قدم من المرأة كمان المغربيه ضروري طبعا لازم. وبعدين حضرتك لما يعني اكتر ناس حريصين على تناول الشاي بعد الانجليز، والمعروف عنهم انه الشاي الساعه 5. المغاربه برضه غالبا بيبقى في وسط اليوم برضه الساعه 5 او حاجه. سموه الكسكروت، او يعني وجبه منتصف النهار مع الشاي. بيبقى الشاي او مع الخبز والمربى والزبده. ده لازم يعني، لان بيفطروا بدري ويتغدوا بدري قوي مع 12 واحده. فالعشاء كمان بيبقى متاخر 9 10، فلازم من الغداء للعشاء بيبقى في حاجه في النص كده، فلازم يكون الشاي. الشاي الاخضر هناك طعمه مختلف عن الشاي الاخضر في مصر. هو ما بيشربش الشاي لوحده طبعا، لازم النعناع ده شيء اساسي. وكميه الشاي يعني كميه النعناع اللي بتتحط في الشاي اضعاف كميه الشاي. وهم بيشربوه من سنين طويله، فنوعيه الشاي الاخضر عندهم مختلف، ان هم بيشربوه من قبل. احنا لسه في مصر ما بقالنا كام 10 15 سنه حاجه كده. مظبوط. هم دايما بيشربوا الشاي اخضر يعني.
طيب ده جميل جدا. طيب قليل قوي اللي بيشرب الشاي اللي بيسموه الشاي الاكحل او النوار او الشاي طيب. الاسود زي ما احنا بنشربه او الليبتون. يهمنا برضو احنا بنتحدث معلوماتين عن المغرب، ثقافة العلم والعلم في المغرب. العلم. الاثنين، العلم والعلم. ثقافة العلم طبعا هم شعب مثقف حريص على القراءة جدا. أي شيء يقع تحت إيده يقراه، فتلاقي إنه أبسط الناس في المكان الاجتماعية يعني لا يبهرك بكمية المعلومات اللي بيعرفها عن الدول المحيطة به، عن تاريخها، عن مثلا من النواحي الفنية فيها، الممثلين، الأعمال بتاعتها، الرموز السياسية فيها، فده معروف. ثقافة العالم بقى أنا لاحظت جدا وكان لافت بالنسبة لي جدا من أول مرة سافرت احترام وتقديس العلم. العلم دايما بتلاقيه في كل مكان ظاهر وبارز وبيرفرف دايما، حتى من اول لحظه لو رحت مكتب شركه الطيران بتلاقي العلم موجود على البادج بتاع الطياره، عليه العلم المغربي، النجمه المشهوره الخماسيه الاضلاع. بتبقى ماشي في الشارع تشوف العلم فوق مبنى تعرف انه ده مبنى حكومي او مدرسه. والطراز الاندلسي اللي احنا شايفينه على الشاشه كمان موجود في معظم البيوت يعني. لا لما تتكلم عن العماره في المغرب يعني هتتكلم وقت طويل جدا، انه يعني في امور كتير يعني تستهويك وتستوقفك في العماره المغربيه. انت ايه حكايه لعنه الخبز عندك في المغرب؟ والله كانت في زيارتي سنة 2008 سافرت. في الفترة دي كان في مصر للأسف الشديد حصلت أحداث مؤسفة وناس ماتت في خناقات على العيش، كان في أزمة في العيش وفي ناس ماتت. إحنا الصحف بتاعتنا كتبت إنه في شهداء الخبز، فطبعا هم بمجرد ما أي خبر يطلع في القاهرة بعد ثواني هتلاقيه في المغرب، وتلاقي المغاربة كلهم عرفوه لأنهم بيهتموا جدا بمصر. فكل ما رحت في 2008 كل ما امشي في حتة الناس تكلمني عن الخبز، يا جماعه ايه شهداء الخبز دول؟ هو انتوا عندكم مجاعه؟ طب خدوا معاكم عيش لمصر، من حبهم لمصر فاكرين ان مصر فيها مجاعه. وانا طبعا بقيت شغال محامي ادافع عن القصه وافهمهم انه كان في مشكله في الدقيق المدعم بيتهرب للسوق السوداء فبيتباع باسعار فبيبقى في عجز في مشكله عابره يعني. وانه في انه الازمه مش جايه من انه ما فيش في مصر عيش او ما فيش خبز، وانما كان التدافع والزحام هو اللي خلق مشاكل. الميديا تسيء طبعا للاسف، وده لازم ناخد بالنا منه احنا كاعلام مصري، لازم ناخد بالنا تماما انه شعوب كتيره جدا وملايين من الناس بيعرفوا كل تفاصيل الحياه عندنا من خلال الاعلام، وبالتالي إذا أنت بتعمل رسالة سيئة أو سلبية هو على طول بيتلقى وبيفرض إن هو ده واقع الحال في البلد، فلازم ناخد بالنا من القصة. شوف الصورة دي، والسمك في المغرب حدوته طبعا من أشهر دول العالم في السردين وفي الأسماك. صورة معنا على الشاشة. طبعا المغرب ساري جدا بموارده البحرية والسمك. طبعا عنده البحر المتوسط وعنده المحيط، وكمية السمك كمية مهولة. طبعا من الناحيه العلميه بقى في التقاء تيارات مش عارف بارده ودافيه، ففي كميه سمك غير عاديه. طبعا اشهرها السردين المغربي، ده لا يعلى عليه ومعروف عالميا. دقته؟ طبعا اكلته هناك. وفعلا يستحق هذه الشهره؟ لا طبعا متميز جدا، وبتلاقيه في السوق بيتباع على طول، انت بتجيبه لو رحت المرسى تاكل طازه يعني، بيتعمل بتشوي على طول وانت واقف. طبعا حاجه جميله جدا. المغرب من كتر السمك اللي موجود في شواطئه، مش بس هو اللي بيصطاد، بيتعاقد سنويا مع اساطيل الاتحاد الاوروبي مجتمعه وبياخد منهم مبلغ مالي وبيشغل العماله بتاعته. طبعا اشكال واصناف يعني تحتار في عدها واحصائها ووصفها يعني. ده السردين اللي في العالمين. طبعا مهم الاستثمار برضو في هذا المجال، الاستثمار السمكي والثروه السمكيه يعني. ما عندهم اللحمه رقم واحد ولا السمك؟ لا اظن لا مش قضيه، الناس بتاكل كل حاجه هناك الحقيقه. مستوى الحياه والمعيشه مرتفع، فالناس بتاكل كل حاجه الحقيقه. والسمك يعني يمكن احنا بالنسبه لنا السمك فيه ازمه شويه، او مش كل الناس بتاكله، لا هناك السمك يعني على مدار الاسبوع بياكلوه. طيب ايه السباق اللي معانا على الشاشه ده؟ هو ده مش سباق، هي دي نوع من الرياضه التقليديه او الاحتفالات التقليديه اسمها الطابوريده. ده الناس دي بتقيس بيها القبائل قدرتها على ترويض الخيل واستخدام السلاح. دي كانت ناحيه تاريخيه شويه، كان النضال المغربي كانوا الناس بيركبوا الخيل وفي النضال بتاعهم، فدي في القبائل وفي المناطق الجبليه دايما دي تلاقي رياضه الطابوريده، ودي طبعا حاجه دلوقتي تقليديه في المهرجانات التقليديه وكده. دي يعني دليل على قدرة الراجل المغربي على انه يكون فارس يتحكم في الحصان وفي نفس الوقت بيستخدم السلاح. طيب انا عشان الوقت بس، عندنا ايام في الدار البيضاء، ايام في مراكش، ايام في وجدة، ايام في فاس،
ايام في العاصمه الرباط، تختار تتكلمنا انهي اكثر؟ ادينا كده لقطه صحفيه الاقوى فيهم يعني. والله هو كل مدينه حلو. أنا قعدت فيها ادخل لي على طول على اقوى على اقوى جميلة لقطه. يعني. لا خليني اقول لك ان انا مثلا انا بحب جدا مدينه وجده، عجبتني قوي لانها مدينه هاديه ومدينه في اقصى الشرق، تتميز بالهدوء الشديد والاتساع. واحنا طبعا بالنسبه لنا عشان احنا جايين من بلد زحمه شويه ومفيش فيها تمام. عجبك تنفس. الهدوء يعني؟ الهدوء جدا والاتساع. طيب 4 ساعات في طنجة كان فيهم حاجه؟ دي كانت محاولة، كان في بنت حبيت اتعرف عليها، تاني؟ كان في مشروع طبعا كل يعني انا بقول قبل ما تتزوج انا بقول زوجتك دي كان في واحده وبعدين واحده ولا لا ده لازم تحكي لي كل زيارة كان اللي بيحدد بوصلتي وخريطة الحركة بتاعي ان يكون عندي اتصالات جبت مع كام واحده قبل ما تتزوج زوجتك لا من كتير المغربيات؟ كتير يعني كتير. 10 مثلا؟ ما فيش واحدة مغربية عرفتها ما عجبتنيش ده انت الحقيقة. بقى داخل بقى عشق المغربيات، ايه حكايتك؟ انا عايز اقول لك انه بس ده دليل على انه المرأة المغربية فعلا يا جماعه متميزة واقفوا هنا ورا الكاميرات مش مصدقين. لا سافروا يعرفوا يعني، اكيد الناس بتختلط برضو هنا لا بس انت بمعارف راجل ناس رومانسي يعني. شويه يعني برضه. خليني اقول لك برضو انه ده كان هدف من زمان، انه انا على فكره برضو كنت متزوج من مصريه يعني ولم اوفق، بس فانت شفت النموذجين يعني، فدايما كان بيستهويك النموذج المغربي. يعني فكره وانا شايف انه الاقرب بالنسبه لي سحر الشرق المغربي يعني. هو مش باللفظ، ولكن هي فكره انه ده كان النموذج الافضل والاقرب بالنسبه لي والاوقع يعني. النموذج اللي استهواني واستوقفني يعني حكايات ومغامرات في الطقس زي ما هو بيقولوا بالطاق. زي ما احنا عندنا كل يوم بتركب تاكسي حضرتك بتبدا في حكايات وروايات مع سائق تاكسي. انا كان ليا حكايات برضه مع سواقين تاكسي. برضه سواقين تاكسي هناك طبعا زي كل حته في الدنيا، في كويس وفي اللي مش كويس يعني. في اللي بيستغلك باعتبارك اجنبي، وفي اللي بيحاول يساعدك ويقف جنبك لو تعرضت لاي موقف. وده حصل معايا يعني، شنطتي ضاعت وفيها كان فيها تذكره طياره وكان فيها الفلوس وكان فيها الكريدت كارد، وفي سواق وقف معايا وما رضيش ياخد الفلوس وفضل يدور معايا لغايه ما رحنا تاني للموقف اللي ركبنا منه، وانتظر معايا وساعدني لغايه ما وصلت للسواق اللي كان معاه اللي ركبت معاه في الاول، وكان لقيت فيه الشنطه يا الله بجد. دي مش لا شخص محترم جدا، وهو بيقول لي انا بحب المصريين جدا وتعاملت معاهم في ليبيا وعملوا معايا مواقف عاشقين لعبد الناصر، عاشقين لكل ما هو مصري. بس جمال عبد الناصر تنبهر بكم الحب ليه يعني. تقف وتلاقي حتى ابسط الناس بيقول لك على عبد الناصر ويبص كده بانبهار. طبعا مش في المغرب بس، في العالم كله. خلينا نشوف بقى اخر مجموعه صور واحنا بنمر عليها قبل ما ندخل الفقره المقبله. ده طبعا البرتقال المغربي الشهير برضو. دي بالذات العربيات دي بالشكل ده هتلاقيها في ساحه الفنا، هتلاقيها بتحيط في كل ارجاء ساحه الفنا. بيعصر لك البرتقال فريش طازه لحظه بلحظه يعني. تمام. مزيد من الصور، خلينا نتحرك في ده الصور لانه بيزرعوا كميات ضخمه من البرتقال في المغرب. طعمه لطيف. جميل. بس احنا البرتقال عندنا في مصر حلو برضه. اول مرتبط بتاعنا في مصر ممتاز. لا طيب ادي يا عم صبة الشاي. لازم بس طبعا هنا لازم نلاحظ انه شويه الصحراويين في المغرب بيشربوا شاي اغمق شويه. طوارق. وده الصقور هنا. المغرب برضو منطقه دكاله بالتحديد شهيره جدا بالصقور والصيد. عشان كده الخليجيين بيحبوا يروحوا. طبعا انه برضه نفس اللي بتستهويهم رياضه تربيه الصقور واستخدامها في الصيد. في نسبه كبيره من الخليجيين بيروحوا يحبوا مغربيات ويبقى لهم زوجه ثانيه وثالثه في المغرب دون ان اهاليهم في الخليج يعرفوها. اشمعنى؟ ده صحيح. وبيرتاحوا جدا مع والله اولا البلد جميله جدا للراحه والاستجمام، وان يبقى عندك في يعني عندها لمسه المراه المغربيه، ولازم طبعا بيبقى عنده بيت، فكمان المراه بتبقى يعني شيء جاذب جدا. وزي ما قلت لك انا مش بس قصتي انا اللي بدات بالمراه يعني، انا في قصص كتير قوي بدات وقصص كتير هتبدا بعد قصتي مدخلهم كان المراه المغربيه. المرأة المغربية فعلا عندها احتواء وحنية وعندها نوع من الإدراك لنفسها وللآخر. لكن المرأة المغربية بقى بتحتاج إيه من شريك حياتها أو من زوجها؟ إيه طلباتها بقى؟ أول حاجة يعني أنت لو سألت واحدة مغربية أنت بتدوري على إيه، تقول لك أول حاجة إنه يحبني ويحترمني. يحبني نمرة 1، ويحترمني نمرة 2. لازم يعملها باحترام، لازم يحسسها بذاتها. دايما الحنان شيء مهم، والتفهم ده ضروري جدا. المال بالنسبه يعبر المال بالنسبه زيها زي غيرها. لا في ناس بس وان كان هم اكثرهم عقلاء او عاقلات يعني، ناس ناضجه وعاقله وفاهمه ان الفلوس مش كل حاجه. اهم حاجه هي بتنفذ فورا لشخصيتك، بتفهمك كويس قوي،
بسرعه وبتقدر فكر الانسان، مش ما بتبصش لمحفظتك يعني ولا امكانيات. شكرا جزيلا استاذ ايمن عبد العزيز. المغرب في عيون مصريه، اسطوره المكان والنساء والتاريخ الحي. كانت هذه فقره معلوماتيه عن المغرب للتوثيق بعيون مصريه. تحيه للمغرب، تحيه للمغربيات والمغاربه ايضا. نحن نحب هذا البلد الجميل المليء بالروحانيات والتنوع، واي بلد بالتاكيد في بعض المشاكل، لكن العلم دائما يحل هذه المشاكل. من جديد نحن نحيي اهالينا في المغرب، بنحبكم في IT شو. نتواصل بعد الفصل. الحبيب 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 ديالي، الغزال ديالي، الزين ديالي، الكبيده ديالي، راني فيك نموت، راني نموت. يقال كما أن المشرق بلد الأنبياء فالمغرب بلد الأولياء، فقد استوطن في المغرب كثير من أولياء الله تعالى الصالحين. ومن أعظم فضائل المغرب أنها احتضنت ساداتنا آل البيت رضي الله تعالى عنهم وعليهم من الله السلام، فاستوطنها إدريس الأول. لذلك في الوقت الذي استوطن خصوم آل البيت الشام فقلت فيه فضائل آل البيت ونشر أحاديثهم وذكر رجالهم، فأمير المؤمنين في الحديث الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه كان يقول: إذا أتيتم أهل الشام فاذكروا فضائل علي، وإذا أتيتم أهل العراق فاذكروا فضائل معاوية، وذلك لانتشار النصب مذهب النواصب في الشام وأهلها. لذلك فعقيدة أهل المغرب في آل البيت رضي الله تعالى عنهم لم يشبها شائبة، لا شائبة ضغط سياسي ولا شائبة دفع أموال كما كان يحصل لخصوم، بل إن كثير من الأولياء الصالحين المشهورين في المغرب هم من هذه السلالة الطاهرة والعترة النبوية الفاخرة رضي الله تعالى عنهم وعليهم من الله السلام. اقرأوا مثلا للإمام الحبر الكبير الإمام ابن عبد البر رحمه الله الحافظ الكبير، وانظروا كيف يتكلم عن أهل البيت رضي الله عنهم. فإذا كان أهل الشام غلاة في معاداتهم وسبهم، وأهل العراق غلاة في حبهم، فأهل المغرب أهل اعتدال. وسبب هذا الاعتدال انتشار المذهب المالكي، مذهب إمام دار الهجرة في المغرب، وانتشار عقيدة أهل السنة والجماعة عندهم. أما في جانب السلوك والتزكية فهم على طريقة الإمام سيد الطائفة الإمام الجنيد، الذي ما ذكره ابن تيمية إلا سماه ووصفه بسيد الطائفة. أما الشهرة السيئة لأهل المغرب فهي لسوء من يأتيهم من أهلنا وأصحابنا. لذلك في المثل يقال: فأهل القالة والعيب فيهم هم أهل العيب، لأنهم إنما ذهبوا ليبحثوا عن أمثالهم فوقعوا عليهم، فوقع الشبه على نظير. وقد شرفني الله تعالى بزيارة المغرب، فما رأيت إلا جمالا في الظاهر عند أصحابها وأوليائها وعلمائها وفضلائها، وجمالا في الباطن لكثرة ذاكري الله تعالى وعمار المساجد، وإن لم أكن من أهلهم ولا كفءا لهم، لكن هكذا رأيت وهكذا شاهدت. فإنه لا يوجد مسجد في المغرب إلا وفيه ختمة لكتاب الله على مدار السنة، يقرأ حزب في النهار وحزب في الليل، يقرأ فيه بقراءة جماعية لطيفة جميلة حضرها كثير من أشياخنا من الكويت، منهم الدكتور حاكم المطيري وغيره، وأعجب. أما مجالس الذكر فلا تخلو منها زاوية ولا يخلو منها مكان تجد فيها ذكر الله تعالى والأناشيد الجميلة اللطيفة التي يصلى فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتقرأ فيها القصائد في مدحه الشريف الذي هو أجمل وأكمل وأعظم وأنبل مدح. أما ما يذكر عنهم من السحر وغيره فعندهم والله سحر القلوب، سحر قلوب أوليائهم الصالحين وعلمائهم وأفاضلهم لقلوب محبين. أما سحر المشعوذين والكهان فقل ما يخلو منه مكان، فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أشرف مكان وهو أشرف مخلوق. أما في الحديث عن جمال نسائهم فهذا لا عيب، يعني ليس من عيبهم ولا ذنبهم إن كان عندهم من الحسان ما أتاهم الله تعالى. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وغيظا إنه لدميم. من أجل شيوخي اللي تشرفت بلقائهم سيدي عبد الله بن عبد القادر التليدي الحسني الإدريسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ملقب بحافظ المغرب الأقصى، وقد أجازني إجازة كاملة في جميع كتبه وجميع مروياته من كتب السنة النبوية المطهرة، نفعنا. حان وقت الفجر وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.